قلت استخدم العيال بزيارة من اليمن. الحمد لله الجن سبقوهم وصلوا لعندي وهم لسه ما وصلوا كان. المهم قبل حوالي شهر قدمنا على تأشيرة للعيال زيارة. الحمد لله بعد أسبوع جت لي الموافقة ورسلنا بالمعاملة وخلصت المعاملة وطلعت التأشيرة وتضبط الجواز. قلنا معي ولد الكبير هنا، قلت له يا ولد روح جيب أمك وأخوانك ويتوكل على الله الولد يمشي. المهم وصل لصنعاء ارتاح يوم واللي عليه بالخير ويلا تواصلت معاه حجزنا وظليت على تواصل معاه. وينك خرجنا من صنعاء وصلنا إب وصلنا عدن وصلنا شبوة وصلنا الجوف وصلنا مارب. المهم لين وصلوا عبروا المنفذ اليمني عبروا المنفذ السعودي. المهم الحمد لله دخلوا الأراضي السعودية وجلسنا على تواصل معهم لين طويل العمر السلامة شروره وصلوا لين وصلوا شو اسمه وادي الدواسر. بعدين لين وصلوا وين؟ وصلوا الطائف. طبعا اليوم الثالث يعني انتم عارفين الخط عندنا ما شاء الله تلف الدنيا كلها علشان توصل للمملكة العربية السعودية 3 أيام لين وصلوا الطائف. المهم وصلوا الطائف حوالي الساعة 10 بالليل. تواصلت معهم والله احنا بالطائف. قلت الله الحمد لله كنتم قريبين. المهم يا طول العمر بالسلامة ودخلت غرفة النوم. والله اني نمت ما ادريت كيف نمت حوالي ساعة نمت وصحاني الباب يدق بقوة واقوم افتح ما شفت حتى الجوال ولا شفت الساعة ولا شيء. واذا بالولد وامه والعيال عند الباب اهلا وسهلا والحمد لله على السلامة وكانت فرحة عارمة. المهم دخلوا العيال يرتاحوا. قلت انا والله ودي اسوي لهم طبخة انا لانهم تعبانين. عندي لحم في الثلاجة طلعت اللحم واللي عليه بالخير وقلت اسوي ذاك مضغوط لحم وسويت السلطة وقول لهم العيال والعيال ارتاحوا بعد مسافات طويلة وانا والله فرحان. المهم جهزت الغداء العشاء طوال العمر والسلامة وفرشت السفرة ونتعشى انا وام العيال وعندي الولد الكبير ما بالله وعندي الولد الكبير. المهم تعشينا ولا عليه بالخير ولا حتى مسكت جوالي ولا شفت الوقت كم الساعة ولا ادري عن الساعة كم. المهم بعد ما تعشينا وخلصنا بسوي الشاي. قلت بسويك برد شاي واذا بالباب يدق. قلت اروح اشوف من عند الباب يدق الباب الا افتح الا وانا بالولد وامه عند الباب. يا جماعه انصدمت. اطالع الولد يقول لي السلام عليكم يا ابوي مالك؟ اطالع لجوا ارجع للمجلس اشوف الناس اللي عندي ما في حد يا جماعه. صدقوا الولد يقول لي سلامته ايش فيه؟ اقول له لا ما في شيء يا ولد الناس مش موجودين ايش اللي صاير؟ والله انني انصدمت. المهم لملمت نفسي ومسكت اعصابي قلت لهم ادخلوا. المهم سلمت عليهم فرحان وانا في رعب وفي خوف. المهم جلسوا اجي اشوف الساعه 12. طبعا انا لما نمت حوالي كان الساعه 8 يمكن ما نمت نص ساعه وصحيت. والجماعه والله سبقوهم وعشيتهم واللي علم بالخير. ولما شافوا ان الجماعه وصلوا توكلوا على الله. طبعا يا جماعه 25 سنه وانا على هذا الحال. المشايخ هذا اللي نشوفهم على السوشيال ميديا يقول لك يتعاملوا مع مثل هذه الحالات. الحمد لله بفضل الله عز وجل ما يسووا في شيء ما امرض ولا يجيني مس ولا شغله. ولكن تعبت من المقالب هذه تعبت من الحركات هذه. دلوني على شيخ ثقه يحط لي حد لهذا الشيء. تخيلوا يعني عبروا الحدود معهم تأشيرة ما عندهم تأشيرة سبقوهم كيف؟ هم جو من اليمن حقيقة ولا من هنا؟ يعني يعبروا الحدود ما حد يدري عنهم ولا هم من حق هنا ولا جوني من اليمن اللي كانوا هناك يمزحوا معايا. المهم إذا في أحد يوصلني لشيخ من جد يعني ثقة ويقدر يساعدني يحط لي حد لمثل هذه التمثيلة يعني 25 سنة وأنا في مقالب تكفون اللي عنده أحد يدلني على شيخ ثقة بروح له.